كلنا بنجري طول عمرنا علشان نحقق حلم حياتنا، بس تخيل لما توصل لحلمك فتلاقي نفسك محبوس، لا قادر تاخد خطوة عشان تثبت نفسك ولا قادر ترجع لورا وتغير وجهتك. لعبت كرة شراب زي الناس عادي. انا من طنطا، من بلد ارياف جنب طنطا، فنجري وبعد كده لعبت كنت بلعب عادي في الشارع مع اصحابي، وبعد كده رحت لعبت في بسيون فترة سنتين ولا حاجة، انا عندي 12 سنة. كان طفل طموح، كنت بدرب حوالي 12 لاعب فيهم 3-4 لا يقلوا عن مستوى محمد في المرحله بتاعته دي، بس محمد هو كان عنده اصرار. ده نادي المقاولين ده صح؟ انا نمت ورا البوابة دي كده على طول. فرشنا في الارض وبيتنا ورا البوابة بتاعت النادي، ورا البوابة دي بالظبط كده. لما بتكلمني انت على محمد صلاح، ده لعيب محتاج لشغل كبير جدا حتى ينصهر في بوتقة التيم. لعيبة كتيرة في مصر عندها مهارات وعندها إصرار إن هي توصل لحاجة كبيرة، ولكن في ناس كتير قوي منهم لما بيوصلوا للأهلي أو الزمالك بيستكفوا. لكن صلاح كان مختلف، لما الزمالك رفضه ما استسلمش، قرر إن هو يعمل حاجة مختلفة تماما ويقبل بأول عرض من أوروبا، والعرض ده كان من بازل السويسري. لما خرجت من مصر او المقاولين على بازل، انا بالنسبه لي كل حاجه مختلفه. شخص ما بيتكلمش انجليزي طالع وسط ناس ما لهمش دعوه ببعض اصلا، يعني تمشي في الشارع ما حدش دعوه بيك، لازم تتاقلم. صلاح ما كانش اول واحد يحترف، ولكن المميز فيه كان العقليه. والنهارده الفيديو بتاعنا عن المينتاليتي او عن عقليه محمد صلاح. ابن النيل، ابن الفراعنه، واحد من اساطير FC بازل، ينقل اسطوره الاهرامات في ملعب ستانفورد بريدج. محمد صلاح يسجل هدف التعادل 1-1. يا سلام على هدف ملعوب. محمد صلاح يبدع ويتألق ويقدم مرة أخرى أوراق اعتماده كواحدا من أفضل المحترفين العرب على مستوى كرة القدم الأوروبية من خلال هذا الموسم ومن خلال الموسم الماضي. كرة ملعوبة في منطقة الجزاء. بتمنى أكسر القاعدة دي، وبتمنى أن أروح نادي من الكبار دول، وربنا يسهل إن شاء الله. الواحد يتعب على قد ما يقدر. اللي أنا عايز أقوله في النقطة ديت إن الدرس الحقيقي مش اللي فات. كلنا في البدايات بنحاول نعمل أقصى حاجة عندنا وبنحاول نوصل لهدفنا حتى لو هننحت في الصخر، ولكن الصعب فعلا هو اللي جاي. انك تروح الدوري الانجليزي دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لاي لاعب مصري. في لعيبه كتير بنوا تاريخهم كله على معايشه في الدوري الانجليزي وبيتسموا عندنا النجم والعالمي والاسطوره، بس الغريب في الشخص اللي احنا بنتكلم عنه هو كان رايح يحقق حاجه، هو عايز يثبت نفسه، رغم ان وجودك في الدوري الانجليزي في حد ذاته اثبات كبير جدا، وتقدر ترجع من اوسع بوابه على الاهلي او الزمالك او اي فريق انت عايزه. ولكن هنا احنا بنشوف اول نسخه من حد مختلف، حد عايز يوصل للتوب ليفل، مش يبقى اسمه راح لعب في دوري كبير وعمل له قرشين والدنيا حلوت معاه، لا ده كان عايز يبقى من صفوه الصفوه. لما الدنيا اتقفلت في تشيلسي ولقى ان مفيش مكان ومش قادر يثبت نفسه، قرر ان هو يتحرك. انا عايز العب، انا حلمي الكوره. فطلع من تشيلسي على فيورنتينا، فرقه في منتصف الدوري الايطالي مش بتنافس على حاجه، ولكن هناك كان هيبعد عن الاضواء وهيعرف يشتغل على نفسه كويس. فتره صلاح مع فيورنتينا ما كانتش فتره اعاره زي اي لاعب تاني وخلاص. في لعيبه كتير راحوا انديه عالميه بمبالغ كبيره وما انسجموش وطلعوا اعارات ومصيرهم كان الاستسلام. تفتكر لاعب اسمه لوكا يوفيتش؟ اللاعب ده كان مكسر الدنيا في فرانكفورت، راح مدريد ومن اعاره لاعاره ومن نادي لنادي لغايه لما اي سي ميلان اتخلوا عنه في 2023. ومحنكين الكوره بس هم اللي هيعرفوا اللاعب ده بيلعب فين دلوقتي. لو انت تعرف اكتب لي في الكومنتس. ورجوعا لصلاح، فتره فيورنتينا كانت زي الخطوه اللي ورا اللي بتخليك ترتب حساباتك وتظبط امورك علشان تحسبها صح، ولما تنطلق تبقى جاهز وفاهم الخطوه اللي جايه. ولما رتب اموره وفهم الدنيا ماشيه ازاي، قرر ان هو يفضل في نفس الدوري بس مع فرقه اكبر شويه، الضغط يزيد ونلعب في دوري الابطال وناخد حساسيه اوروبا. في حاجه معروفه عن صلاح ان هو بيحب يلعب شطرنج. لو وقفت عند كل نقطه من مسيره صلاح هتحس ان هو بيلعب جيم بتكتكه. هو عارف بيرسم الخطه ازاي، عارف هياخد الخطوه ديت امتى وهيكش امتى وهيرجع يدافع امتى. وخطوه روما كانت من اذكى الخطوات اللي هو خدها. خطوه روما كانت خطوه محوريه لان في لعيبه كتير ما بتقدرش تلبس تيشيرت فرقه كبيره، يعني تلاقيهم نجوم في فرق منتصف الدوري بس لو راحت فرقه جماهيريه كبيره تلاقيهم اختفوا. بس صلاح مع روما كان اكبر من التوقعات، لاعب سريع هادي ذكي في التحركات، واهم حاجه فهم نفسه اكتر وعرف يطور نفسه ويشتغل على نفسه ازاي. بعد تألق كبير حصل مع روما وظهوره بشكل ممتاز قدام فرق كبيره زي ريال مدريد في دوري الابطال مثلا، رجعت له الثقه تاني. وكان هنا في سؤال، يا ترى محمد صلاح هيقدر يرجع الدوري الانجليزي تاني ولا لا؟ كتير مننا لما بنواجه عقبات في حياتنا ونهايتها كانت بتبقى مؤلمه بنلاقي نفسنا مش عايزين نفتكرها،
بنهرب من الاماكن اللي كان فيها المشاهد الصعبه، وبنحاول نلاقي مبررات اننا اتظلمنا او ما كناش جاهزين، وبنمسك في اي نجاح نوصل له ونقول شايف انا اقدر انجح بس مش عايز ارجع المكان دوت تاني، اصلي ما بحبوش. بس الحقيقه اننا ما بيبقاش عندنا ايمان بنفسنا كفايه حتى لو عندنا المقومات، بس العقليه والمنتاليتي بتاعت صلاح كانت واثقه من نفسها، وده اللي شفناه في الموسم الاول مع ليفربول. تقديم محمد صلاح في ليفربول ما كانش عادي، هو كان راجع من الباب الكبير ب 40 مليون جنيه استرليني، رقم ضخم في اي لاعب افريقي في الوقت ده، بس صلاح كان راجع وقد الضغط، ومن اول موسم رجع يقول انا هنا وانا موجود. هداف الموسم ب 32 هدف بالتساوي مع سواريز كاعلى معدل تهديفي وقتها في موسم واحد في تاريخ البريمير ليج، وافضل لاعب في الدوري الانجليزي، وجايزه بوشكاش لاحسن هدف في العام لهدفه قدام ايفرتون. وبصراحه لو جيت للحق فانا شايف ان جون رونالدو في يوفنتوس الدبل كيك هو يستاهل اكتر البوشكاش، وانت ممكن تقول لي رايك في الكومنتات، انت حر، اراء يعني، انا بقول لك رايي. اللاعب اللي كان حبيس الدكه مع تشيلسي ومش بياخد وقت يلعب في اقل من 3 مواسم رجع علشان يبقى ذا ايجيبشن كينج، نفس اللاعب، نفس الرجل الشمال اللي تتلف في حرير، الفرق كان في العقليه. لكن دي مش نهايه القصه، لان الدنيا هتختبرك تاني، كل مره هتقول انا وصلت الدنيا هتقول لك لا لسه في صدمه جايه، واللي بيفرق هو انت ازاي هتتعامل مع الصدمه. وصوله نهائي دوري ابطال اوروبا قدام عملاق اوروبا ريال مدريد كان احسن مسرح ممكن يتقدم فيه اسم محمد صلاح قدام العالم كله بيتفرج. ليفربول، الكرة الحديثة تحت تدريب يورجن كلوب، الضغط العالي وعقلية استرجاع الكرة في أقل وقت ممكن، والاعتماد على النفسات فيرمينيو وماني وصلاح، وعلى الناحية التانية زين الدين زيدان والفرقة التي لا تقهر في أوروبا، فرقة متكاملة، أبطال أوروبا في آخر موسمين وداخلين الماتش علشان يحققوا البطولة الثالثة ويسيطروا على التاريخ حرفيا. الفرقتين مركزين، جماهير مالية الاستاد والعالم كله بيتفرج. المباراة تبدأ وتدخل عنيف من راموس وإصابة محمد صلاح. الدموع دي دموع واحد عارف إن هو ممكن ما يبقاش في المكان ده تاني، وهنا لما تبقى عامل موسم إعجازي عامل فيه كل حاجة في الكورة ومرة واحدة حلمك ينهار قدام عينيك. الحياة مش عادلة، وأوقات بترفعك لسابع سما وتخليك قريب جدا من النجوم وتقدر تلمس حلمك، وبعدين تقولك لأ مش هتاخد الحلم ده. موسم جديد، بداية جديدة، تألق جديد واستمرارية يعجز عنها العقل، خسارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي. فرق كتير ممكن تتحطم لو اتحطت في الموقف ده، لعيبة بتنهار ذهنيا ونفسيا. وفي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا انت لعبت برشلونة وعملت ريمونتادا خيالية. الماتش الأول صلاح كان بيلعب، ولكن المباراة كانت في الكامب نو وبرشلونة مسكت الملعب بالطول وبالعرض. وفي المباراة الثانية صلاح كان مصاب بس كان حاضر بقلبه في الملعب أكتر من أي حد. ريمونتادا تاريخية ولقطة أرنولد وأوريجي الشهيرة والعالم كله مش واخد باله، بس الكرة في الشبكة. وصول للفاينل قدام توتنهام ونفس المسرح تاني، نهائي دوري أبطال أوروبا، الخصم مختلف ولكن نفس الحلم موجود، نهائي إنجليزي خالص والعالم كله بيتفرج. الماتش بيبدأ وفي أول دقايق ضربة جزاء ومحمد صلاح. فاكر السؤال اللي كان من شوية ان دي مش نهاية القصة لان الدنيا هتختبرك تاني، وكل مرة هتقول انا وصلت الحياة هتقولك لسه وفي صدمة جديدة، واللي هيفرق هو انت ازاي هتتعامل مع الصدمة. المشهد اللي جاي هيعرفك انا اقصد ايه. Two little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. He struggled so hard that eventually he turned that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse. وهنا اجابتك بتفرق لما تقول للدنيا هحاول تاني. ليفربول بقى بطل دوري ابطال اوروبا بقياده محمد صلاح، والموسم اللي بعده اخدوا الدوري من مانشستر سيتي المنافس العنيد جدا، والقصه فضلت مكمله 7 سنين كتب فيها التاريخ في انجلترا، وكل موسم ارقامه بتكبر وانجازاته بتكتر وجوائزه الفرديه بتزيد اكتر واكتر. يتغير المنافسين ويجي هالاند ويروح كين وكل الناس اللي بتروح وبتيجي، ومحمد صلاح ثابت في الدوري الانجليزي لحد لما وصلنا للقطه رحيله عن ليفربول. وهنا كان اكتر سؤال خلاني اصلا اعمل الفيديو ده، يا ترى ليه صلاح اختار الدوري التركي؟ محمد صلاح بعد عن الاضواء وتنازل عنها في يوم وليله، ضغط اعلامي اقل، عدد ماتشات اقل، واجهاد بدني اقل، وده اللي خلاني افكر في الانتقال ده، وجات اسئله كتير جدا في دماغي. يا ترى محمد صلاح راح عشان الفلوس؟ طب ما كان قدامه الدوري السعودي فلوسه اكتر، ولا يا ترى راح تركيا علشان يعمل مشروع جديد زي ما كريستيانو راح الدوري السعودي وميسي راح الدوري الامريكي؟
الامريكي. والله ترى الانتقال ده متاخد علشان يقفل صفحه المنتخب بشكل مختلف. لو ما خدتش بالك فاحنا من اول الفيديو لغايه دلوقتي ما اتكلمناش عن صلاح مع منتخب مصر خالص، لان عقليه صلاح ومواقفه مع المنتخب في حاجات هنشرحها بعدين، مرورا بحلم الوصول كاس العالم والهزيمه الساحقه قدام غانا ودموع الحسره بعدم التاهل لنهائيين افريقيا كانوا على بعد خطوه وراحوا من ايده، لوصول كاس العالم 2018 وخروج الحصاله والامريكا وقياده المنتخب لانجاز اول مره يتحقق في كاس العالم لمشوار افريقيا 2027، ويمكن تكون دي اجمل نهايه لمحمد صلاح مع المنتخب. رحله صلاح مع المنتخب ممكن يتعمل لها فيديو لوحده، واتمنى ان احنا نعمل الفيديو دوت بعد 2027 واحنا واخدين البطوله. وانا واحد من الناس اتمنى نهايه صلاح مع المنتخب تكون ببطوله. فلو انت وصلت لغايه هنا في الفيديو فانت اكيد حاجه من الاثنين، يا بتحب الكوره يا بتحب الرغي، وفي الحالتين فانت راجل محترم. اعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب وفولو لو انت على بقيه المنصات، وممكن تكتب لي في الكومنتات لو انت عايزني اعمل فيديوهات عن حاجه معينه. بحبك، سلام. صلاح تعمل ايه لو صحيت دلوقتي مره واحده واكتشفت ان انت راكب مواصلات ورايح المقاولين عندك ماتش مع المحله وكل ده كان حلم؟ هتعمل ايه؟ هعمل اللي انا عملته تاني.